بسم الله الرحمن الرحيم. تلخيص الفصل 10 من رواية الولد الذي عاش مع النعام. هذا الفصل بعنوان: هل تعنين أنني لست طائر نعام حقيقية؟ استعاد هدارة وعيه ونشاطه عندما تساقطت عليه قطرات الأمطار، وبللت شفتيه الجافتين وفمه العطشان. كان السرب الذي يتكون من طيور النعام الخمسة والصبي في غاية السعادة عندما تساقطت الأمطار وظلوا يرقصون فرحين. غمرت السعادة كل الكائنات الحية الموجودة في الصحراء. أراد هدارة أن يخلص ماكو من القرادات التي في عنقها، وبالفعل خلصها منها. حكت ماكو لهدارة: لماذا لا يستطيع طائر النعام الطيران؟ سأل هدارة ماكو: لماذا ليس له جناحين كمثل باقي النعام؟ عرف هدارة أنه ليس طائر نعام حقيقية. ذكرت ماكو هدارة بأن هيئته أنقذتهم من بنات آوى. حكت ماكو القصة كاملة عندما رأوا هدارة. انتهى تلخيص الفصل 10. شكرا لحسن استماعكم.